بسطت باب الرجا والناس قد رقدوا، وبت اشكو الى مولاي ما اجد. اشكو اليك ربي امورا انت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. وقد مددت يدي اليك بالذل مفتقرا، يا خير من مدت اليه يد، فلا تردها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. واصلي واسلم على سيدنا محمد الذي لا يؤثر عنه الا العدل والوفاء، صلى الله عليه قديما وكذا الملائكة في السماء. صلى هو في المسجد الاقصى بالرسل والانبياء، ولما ظمأ اصحابه نبع من بين اصابعه الماء. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي ابا القاسم يا رسول الله. الجمع الطيب الكريم، شاكر الله سعيكم جميعا، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا في رحاب هذا اللقاء العريق ورحاب ليلة تكريم زينة الرجال، فارس الشهامة صقر الرجولة وزعيم الأدب والواجب في كل مكان، وصاحب السيرة الطيبة بين الناس التي هي اطيب وارق من رائحة النسيم، الاخ الراحل الكريم الاستاذ احمد عادل. اسأل ربي ان ينزل عليه فيوضات الرحمات وسعة المغفرة، هو ولي ذلك والقادر عليه. مشاركين العزاء انجاله الموقرين، واسأل ربي ان يكونوا خير خلف لخير سلف، هو ولي ذلك والقادر عليه. مشاركين العزاء اشقائه سفراء الواجب في كل مكان، باسم الاخ الكبير عمدة الواجب في كل مكان سيادة العميد محمد عامر، والى اصحاب النسب والصهر لهذه العائلة العريقة، الاخ الكبير المعلم عامر ابو عامر، سيادة المهندس سامح ابو عوير، شاكر التقدير لعمدة الواجب في كل مكان والمنسق العام للحفلات القرآنية، والذي اراه لم يترك العزاء منذ بدء الليلة عصرا، الري الشادي الديب وصحبه الكريم. ايها الجمع الطيب الكريم، حين سئل سيدنا محمد من اجمل الناس اصواتا يا رسول الله، فاجاب عليهم الحبيب قائلا: الذي تسمعونه يقرأ القرآن فتحسبونه يخشى الله، والاصوات منها الصوت الشجي والصوت الندي والصوت الملائكي. فهيا بنا تعالوا معا لنستمع الى القارئ الولي التقي المتعبد في قراءته احكاما وتلاوة، قارئ اتحاد الاذاعة والتلفزيون العربي والملقب بالفتى الذهبي لقراء الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الرحمن خضر. ادعوه الان ليعتلي منصة التلاوة سائلين الله له بالتوفيق، ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع، فليتفضل فضيلته مشكورا.
يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ناصر الحق بالحق والانفتح القدوس. يا رب. الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم
ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا يا رب يا رب. ضرب الله مثلا ضرب الله مثلا متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله ربنا يحفظك يا رب. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون إنك ميت وإنهم ميتون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. اللهم صل على سيدنا يا رب. إنك ميت وإنهم ميتون اللهم صل على سيدنا. إنك ميت وإنهم
ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الله يكرمك ابو اداء راقي. الله يكرمك يا اخي. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. صدق الله العظيم. الله يكرمك. معك يا رب. الله يستر معك. الله يحفظك يا رب. يخليك يا رب. إنك ميت وإنهم ميتون. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذي جاء بالصدق وصدق
لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. يا رب يا رب الله يخليك. ذلك جزاء المحسنين ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. هات الحسين يا اخي. ماشي يا رب يلا الله يفتح عليك يا رب اسالك بالله ما تبخل يا اخي. شغل يا ابو خضر يا حلو تعميد الواجب يا رب. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. يا رب ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. يا رب صلي وسلم. يا الله خليك معنا. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من
ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل ومن يهد الله فما له من مضل ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن السماوات والأرض لا يقولن ربنا يحفظك يا رب خلش على حاجة يا رب ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلق السماوات
السماوات والأرض ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. صدق الله العظيم. الله يكرمك. الله يستر معاك. الله يستر معاك. يا رب يا رب. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
يا رب يا رب. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل حسبي الله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون يا رب يا رب. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون يا رب يا رب. صدق الله العظيم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم يا رب. حاضر. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف
يا رب. الله يخليك، الله يرضى عليكم، الله يحفظك سيدي يا رب. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يكرمك يا رب. اللهم صل على سيدنا. الله يتوفى الأنفس حين موتها اشتغل على احساسنا شويه. الله يتوفى الأنفس حين موتها صدق الله العظيم. يا رب. يا رب. الله يحفظك، الله يخليك يا سيدنا. نور الله يحفظك يا مولانا، الله عز وجل. يا رب. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها
والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل لله الشفاعة جميعا أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا صدق الله العظيم. أم اتخذوا من دون الله شفعاء أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا
قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم. يا قارئ القرآن به الله حياك في أرضه بين خلقه وفي سمائه حلاك بنور وتاج بالقرآن في رفعة ومنزلة لا يعلمها إلا هو شاكرا لعملاق عرش التلاوة
بمصر والوطن العربي وجنرال الواجب في كل مكان والفتى الذهبي لمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الرحمن خضر في رحاب هذا اللقاء العريض وفي رحاب ليلة تكريم زينة الرجال فارس الشهامة وصقر الرجولة زعيم الأدب والواجب الأخ الراحل الكريم الأستاذ أحمد عامر. أسأل ربي أن يجعل القرآن نورا يتقاطر عليه في قبره هو ولي ذلك والقادر عليه. أتقدم باسم عائلته العريقة وأصحاب النسب والصهر لهذه العائلة العريقة باسم سيادة العميد محمد عامر، اسم الأخ الحبيب المعلم عامر أبو عامر، باسم سيادة المهندس سامح أبو عويض، وباسم كل من لهم صلة نسب وصهر لهذه العائلة العريقة. الجمع الطيب الكريم اتقدم بالشكر والتقدير لكل السادة القراء، السادة الاعلاميين، السادة اصحاب القصور المشيدة واصحاب الانارة الحديثة واصحاب الضيافة الفندقية ومهندسي التصوير واعمال الضيافة الفندقية، شاكرا لكم على مشاركتكم لنا هذا اللقاء، شاكرا باسم حضراتكم فريق عمل هذه الليلة المجمل والمكمل والمزين دائما في كل مكان، الصيحة العالمية للهندسة الصوتية الإذاعية ومرتقرن الإذاعة المصرية ومصطحب كبار عمالقة دولة التلاوة صاحب الأصل والجودة مهندس صوت أول حسام حمودة، شاكرا التقدير حكم دار الكسور المشيدة والاسطول المتجول في ارجاء مصر الغني عن التعريف المعلم عماد الجودي، شركة العالمية للإنارة الحديثة مهندس احمد علي، عمدة الضيافة الفندقية المترو ثروت الشبراوي، نقلت حصريا عبر شاشات الانترنت والاقمار الصناعية ببصمة المخرج العالمي المميز في كل مكان المهندس وليد النجار. لقد شرف المكان اثناء التلاوة بالهرم القرآني الكبير فضيلة العلم الاذاعي الكبير الشيخ حسن احمد عبد الرحمن وفضيلة القارئ الشهير الاذاعي الكبير الشيخ محمود عادل خليل، شاكرا لهم مشاركتنا لنا هذا اللقاء. دقائق ويؤذن لصلاة